من بيروت ينضم إلينا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي أجميل. مرحبا بك سعادة النائب. مسألة التطور القضائي فيما يخص التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، كيف تنظرون إلى التداعيات الجديدة، خاصة وأن الملف لم يحرك منذ عام تقريبا؟ يعني هناك محاولات من لحظة الانفجار بدفن هذا الملف عبر محاولة تدمير كل ما تبقى من آثار هذا الانفجار أو إمحاء معالم الانفجار، وتعطيل المسار القضائي عبر طلبات الرد كما تقدمتم، وعبر أيضا الضغط على القضاة بشكل مباشر. بدي أذكر أنه وفيق صفا يلي هو مسؤول كبير في حزب الله توجه إلى قصر العدل في بيروت وهدد بشكل مباشر القضاة، وهذا الشيء موثق ومعلوم من الجميع. وبالتالي هناك محاولة لمنع أيضا أي تحقيق دولي بملف المرفأ، لأنه هناك مسؤوليات ستقع حتما على من هو اليوم يستلم البلاد في لبنان، وهو حزب الله وحلفائه في السلطة اللبنانية. فنحن بنعتبر اليوم أن هناك مقاومة يقوم بها القاضي بيطار وبعض القضاة الشجعان في القضاء اللبناني للتمسك بالعدالة والتمسك بحقوق ضحايا مرفأ بيروت وذويهم من أجل معرفة ما حصل ومن هو مسؤول عن هذا الانفجار الكبير المدمر. طيب سعادة النائب، أستاذ سامي، كيف تفسر استشراس حزب الله في مسألة تغيير القاضي، علما بأنه لا اتهام له بشكل مباشر من القضاء اللبناني؟ لماذا كل هذه الانفعالية تجاه التحقيق في انفجار المرفأ؟ يعني تعرف أنت أنه كل من سنة 2005 لحديث اليوم حصل مجموعة كبيرة من الاغتيالات في لبنان، وكل هالاغتيالات يلي حصلت تم طمسها. نحن أكثر من 15 شخصية لبنانية تم اغتيالها من سنة 2005 لحديث اليوم، من ضمنهم بيير خيي وأنطوان غانم نائب في حزب الكتائب، ومن ضمنهم جبران تويني وجورج حاوي ومجموعة كبيرة من السياسيين المناهضين لسياسة حزب الله في لبنان. فعندما يتدخل حزب الله بهذا الشكل المباشر، هذا يعني أنه يريد طمس الحقائق ومنع اللبنانيين من معرفة ما كان يحصل ووجهة استعمال هذا النيترات. شو كان عم يعمل هالنيترات بمرفأ بيروت، وشو كانت وجهة استعماله؟ بالأخص أنه في معلومة بدي صححها ذكرتها حضرتك بالمقدمة، أن هناك 1750 طن انفجروا. الحقيقة هي أنه كان في 2750 طن انفجر منهم فقط 1005، وبالتالي هناك كمية نيترات ما كانت موجودة بالعنبر بلحظة الانفجار، وهذا يعني أنه هذا النيترات كان يهرب من مرفأ بور بيروت، والأرجح أن يكون باتجاه النظام السوري في سوريا لاستعماله بفترة الحرب في سوريا، قنابل متفجرة على رؤوس الشعب السوري. فهناك كمية تساؤلات عن هذا المنبر الذي كان باعتراف الجميع معروف بأنه منبر حزب الله، وهناك تساؤلات كبيرة وين كان عم بيروح هذا النيترات وبتغطية من ومن كان يعلم بأن هناك آليات تأتي إلى المرفأ وتنقل هذا النيترات إلى خارج المرفأ، وهناك مسؤولين أمنيين حتما يعلمون بهذا العمل، وهذا ما يفسر شيخ سامي سياسيين ووزراء يعلمون أيضا بهذا الأمر. وبالتالي من الطبيعي أنه القاضي المعني يحاول معرفة ما كان يحصل في هذا المكان بالذات من أجل معرفة
كيف حصل هذا الانفجار. طيب، وهذا ما يفسر شيخ سامي استدعاء أو الادعاء على اللواء عباس إبراهيم واللواء تونس الصليبة من قبل القاضي بيطار؟ يعني أنا ما بعرف شو المعطيات اللي عنده إياها القاضي بيطار، أنا ماني مطلع على مسار التحقيق، إنما الشيء الأكيد أنه يجب أن نحترم ما يحاول القيام به القاضي بيطار رغم كل الضغوطات التي مورست عليه. لم يتنحى عن الملف وبقي في موقعه يقاوم. فنحن بنعتبر اليوم أنه يجب على الجميع أن يتجاوب مع هذا القاضي، ويلي ما عنده أي مسؤولية بهذا الملف مش لازم يخاف أنه يروح أمام القاضي ويدلي بما لديه من معلومات. طيب، إلى أي حد يمكن الصمود بوجه حزب الله شيخ سامي، خاصة وأنه منذ بدء التحقيق وفتحه هناك مقاومة كبيرة جدا لمسألة القضاء، لمسألة استدعاء بعض الشخصيات، لمسألة التعاون. أنت تعرف في الداخل اللبناني في كل العالم القضايا تغلق على اكتشاف الجاني أو المجرم، إلا في لبنان دائما ضد مجهول تقريبا. نحن عم نحاول بكل وضوح وصراحة عم نحاول نختم زمن اللا عدالة في لبنان، زمن الإفلات من العقاب يلي نحن تعانينا منه كحزب كتائب، وعانى منه مجموعة كبيرة من العائلات اللبنانيين يلي خسروا أقربائهم بهالاغتيالات اللي حصلت. نحن بنعتبر زمن الإفلات من العقاب يجب أن يتوقف، بالأخص أنه هذا الانفجار انفجار تاريخي بتاريخ البشرية كله ما شهد مثله، ويجب أن يكون هذا الانفجار الحد الفاصل بين الإفلات من العقاب وبين العدالة فيه. هذا السبب كل ما سوى عم نحاول ندفش ونحمي مسار العدالة بهذا الملف رغم كل الضغوطات. ما في شك أنه لحزب الله أدوات ترهيبية معروفة وما بدها مين يخبر عنها. طيب. نحن بالنسبة لنا بموقع الصمود والمقاومة للحفاظ على لبنان السيد الحر المستقل، ومنعا لتركيع اللبنانيين بالإرهاب وبالتخويف وبالعنف. طيب. وبالدماء والدمار. طيب، سعادة النائب، الآن إلى ملف الرئاسة. وفد من حزب الله زار التقدم الاشتراكي والتقى الوزير جنبلاط، وكذلك بعد هذه الزيارة زار جبران باسيل، وهناك لقاء فيما يخص هذا الموضوع. هل أنتم بهذه الأجواء ما الذي يبحث عنه حزب الله خلال هذه الزيارات؟ من الواضح أنه حزب الله على مدى 20 سنة من سنة 2005 لحديث اليوم يحاول القبض على السلطة بشكل نهائي في لبنان. تمكن من ذلك سنة 2016 بعد التسوية الرئاسية وانتخاب ميشيل عون حليفه الأول في لبنان رئيس الجمهورية اللبنانية. أنا أعتقد أن حزب الله لا يريد ولا يقبل التخلي عن هذا الإنجاز بالنسبة لهم، وضع اليد على السلطة في لبنان بعد كل هذا المسار الطويل. أنا برأيي حزب الله ليس بوارد التخلي عن هذا المكتسب الكبير، وبالتالي يريد أن يدفع باتجاه انتخاب رئيس جمهورية حليف له كما كان الجنرال عون حليف له، وبالتالي يحاول توحيد صفوفه وتأمين هذا الانتخاب. طيب. عبر التواصل مع كل من يمكنه التواصل معه. طيب، كذلك رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عندما سئل عن مسألة العلاقة مع وليد جنبلاط قال هي يوم بيوم. هذا يأتي كذلك بعد الحراك الذي يقوم به حزب الله في ما يخص رئاسة الجمهورية. مسألة طرح ميشيل معوض موجودة لدى القوات، لديكم، لدى الكثير من النواب المستقلين، بينما الآخر حتى اللحظة لم يسمي. هم يمضون بسليمان فرنجية أو ثمة اسم يناقش سعادة النائب؟
نحن معلوماتنا وتقديرنا أنه الاسم الوحيد المطروح من قبل حزب الله هو السليمان فرنجية حتى الآن. وبرأيي أنا راح يعمل المستحيل حزب الله من أجل توحيد صفوف حلفائه إلى جانب سليمان فرنجية لتأمين انتخابه. هل وضعتم بأجواء ردة فعل التقدم الاشتراكي سعادة النائب، أجواء ردة فعل التقدم الاشتراكي على هذا الطرح؟ بعد ما عندي أجواء الحزب الاشتراكي، بس على حد علمي أنه الحزب الاشتراكي ليس بوارد السير بسليمان فرنجية بحسب المعلومات يلي عنا إياها. نحن بالنسبة لنا اليوم حزب الله عم بيعطل هذا المسار الانتخابي الرئاسي في لبنان بانتظار أن يؤمن وصول آمن لسليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. وقت يأمنها بيرجع بيصير بالعملية الانتخابية. انفجار المرفأ، استهداف شخصيات في الداخل اللبناني، لقمان سليم، هناك مرحلة جديدة، استهداف وسائل الإعلام. سعادة النائب، كيف تعلقون على ما جرى مع وسيلة إعلامية لبنانية في الداخل البي سي؟ يعني نحن أبدينا تضامننا الكامل مع ال بي سي أمس، وبنرجع بنكرر تضامننا مع كل الوسائل الإعلامية لتتمكن من نقل الخبر إلى اللبنانيين بحرية. وهذه منا المرة الأولى يلي بيصير فيها ضغط على الإعلام اللبناني. نحن معودين على بكل مرحلة ينزعج حزب الله من أي خبر أو أي برنامج على التلفزيونات اللبنانية. نعم. حتما هناك ردة فعل أو بالشارع أو حركات مثل يلي شفناها. نعم. على ال بي سي امبارح. نحن بنعتبر لبنان هو وطن الحريات. نعم. لبنان بالنسبة لنا كلبنانيين الحرية هي لا تتجزأ من الدي ان اي تبعنا. نحن نعم. بتجي بيلد ان وقت نخلق، أول ما نخلق طيب. تجي الحرية موجودة فينا. نعم. وبالتالي أي محاولة لتغيير هذا الوجه للبنان نعم. حتما ستسقط. فأنا بالعكس بعتبر أي تعدي على الإعلام أو على حرية التعبير في لبنان شكرا. ترتد دايما على صاحبها. نعم، شكرا جزيلا لك من بيروت رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب الشيخ سامي جميل على كل هذه التفاصيل.